عمرو الجزار مدافع الأهلي الجديد يظهر لأول مرة في مقر النادي بالجزيرة للمشاركة في مران الفريق والخضوع لجلسة تصوير. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على ضم أحمد عيد من المصري البورسعيدي لتدعيم الجبهة اليمنى في يناير بعد الموافقة على خروج عمر كمال عبد الواحد لسيراميكا كليوباترا في صفقة مروان عثمان التي حسمت بشكل كبير. محمد مجدي قفشة يودع مقر النادي الأهلي اليوم آملا في العودة نهاية الموسم بطموح جديد واستغلال تجربة الاتحاد السكندري لإعادة تلميع اسمه واستعادة مستواه. أحمد رضا يمدد عقده مع الأهلي قبل خروجه معارا للبنك الأهلي لمدة موسم ونصف ضمن صفقة عمرو الجزار. خلاف داخل الأهلي بين أعضاء شركة الكرة حول ضم خالد صبحي مدافع المصري بسبب عمر اللاعب مع ترقب اللاعب للموقف من المغرب، ورصد الأهلي مبلغ $1,200,000 كحد أقصى لإتمام الصفقة. النادي الجزائري المالك لعقد محمد الأمين رمضاوي يخفض مطالبه إلى $1,800,000 بدلا من $2,000,000 بعد ربط اسم اللاعب بالأهلي بسبب منافسته على لقب هداف الدوري البولندي. وكيل أعمال المهاجم السلوفاكي توماس بوتشيك ينفي وجود أي مفاوضات من الأهلي لضمه في يناير. صحفيون مثل أبو المعاطي زكي ومحمد أبو علي يؤكدون اقتراب أشرف داري من فسخ عقده مع الأهلي وإبلاغ بعض زملائه بقرب الرحيل. نبيل الكوكي مدرب المصري يخطر إدارة ناديه بموافقته على انتقال محمد مخلوف للأهلي. وليد صلاح الدين يحتوي حزن محمد علي بن رمضان ويتفق معه على فتح صفحة جديدة واستعادة مستواه للرد على المنتقدين. الإعلامي محمد شبانة يؤكد تقديم نادي كهرباء الإسماعيلية عرضا لكهرباء لمدة 6 أشهر بعد فسخ عقده مع القادسية الكويتي. ضغوط من نجوم أفريقيا على موتسيبي لإلغاء فكرة إقامة كأس الأمم كل 4 سنوات. أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك ينفي شائعات استقالته. باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا من دور 32 أمام فريق درجة ثانية. تقارير إسبانية تؤكد محاولة رئيس ريال مدريد إقناع يورجن كلوب بتدريب الفريق. الأهلي يدرس جدياً إغلاق ملف التجديد لأحمد عبد القادر والاستفادة من اللاعب لنهاية الموسم ورحيله مجاناً مثل أكرم توفيق وربيعة بسبب عدم التوصل. الأهلي يؤكد أن إعارة محمد مجدي قفشة للاتحاد السكندري ستكون ل6 أشهر فقط دون بند شراء نهائي. مروان عثمان أوتاكا يودع زملائه في سيراميكا كليوباترا تمهيدا لانضمامه للنادي الأهلي غدا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية الشراء النهائي. الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي مميز تحت السن لتحقيق رغبة المدير الفني، وذلك في ظل تحفظ المدرب الدنماركي بشدة على فكرة ضم مدافع محلي آخر مثل خالد صبحي أو هادي رياض أو محمود الجزار، وتمسكه بضم مدافع يملك إمكانيات أفضل من النوعية الموجودة حالياً. الصحافة التونسية تثير جدلاً كبيراً بعدما أكدت أن المهاجم النيجيري ستانلي أوغو لاعب نادي الترجي الجرجيسي التونسي تلقى عرضاً من الأهلي المصري، خاصة مع تولي أنيس بوجلبان المهمة الفنية للفريق. ستانلي أوغو يعترف للصحفي حسام مصطفى بوجود مفاوضات من الأهلي بشأنه في الوقت الحالي وتحمسه للعب في الدوري المصري. موقع وين وين القطري يؤكد أن الأهلي تواصل بالفعل مع الترجي الجرجيسي للاستفسار عن اللاعب، لكن لم يرسل عرضا رسميا حتى الآن، وذلك عبر مكالمة بين سيد عبد الحفيظ وأنيس بوجلبان، وهو ما عطل انتقال اللاعب إلى مولودية وهران الجزائري. أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف ينتظمان في مران الأهلي الجماعي خلال 48 ساعة القادمة بعد قطع شوط كبير في التعافي من الإصابة. بعد إقصاء الأهلي من دور 32، المصرية للاتصالات تواصل المفاجآت وتطيح بفاركو من دور 16 لكأس مصر بالفوز 2-1 وتضرب موعدا مع إنبي. جهاز الكرة بنادي الزمالك يخطر الشؤون القانونية باستمرار غياب محمود بن تايج عن التدريبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب. محمد مجدي قفشة بعد إعلان رحيله للاتحاد السكندري رسميا على سبيل الإعارة: أقول لجماهير الأهلي سأفتقدكم جدا وأتمنى أن يكون وداعا مؤقتا أعود فيه كما كنت وأكثر. لن أقول وداعا بل إلى لقاء قريب.
شكرا من كل قلبي على كل شيء. وبذلك تنتهي أخبارنا، وأتمنى تشاركون بآرائكم، وأراكم على خير في حلقة جديدة.